معايا لاب زد بوك 17 جي 6 اي 7 سادس وكارت ام 3000 مشغله على شاحن 135 واط. ايه الاضرار الناتجه عن ذلك؟ ملاحظه انا شاريه بالشاحن ده، وكمان عاوز اعرف الشاحن الاصلي ليه كام واط واجيبه منين وبكام. بص، هي اول حاجه ما ينفعش ابدا تسالني دلوقتي ايه الاضرار الناتجه عن ده، لان دي مصيبه انك تشغل جهاز زي ده بشاحن 135 واط. الزد بوك 17 جي 3 بيحتاج شاحن 230 واط وممكن تشغله بال 200، لكن تحت ال 200 وانك تشغله ب 135 دي مصيبه على الجهاز. ايه المخاطر بتاعتها؟ اول حاجه انت عمرك ما هتاخد الاداء الكامل بتاع كارت الشاشه. يعني لو الكارت ده يجيب لك 60 فريم في لعبه بالشاحن اللي انت حاططه له، انسى ان يعدي ال 20 فريم. تاني حاجه، الشاحن ده كفيل ان هو يبوظ لك كارت الشاشه في اول اسبوعين، فلو انت كارت الشاشه لسه شغال معاك سليم قول الحمد لله وروح بسرعه غير الشاحن اللي معاك. تالت حاجه، الشاحن الاصلي كام واط؟ زي ما قلت هو 230 واط، بس مفيش حاجه اسمها ان الشاحن الاصلي كام واط، لانك ممكن تلاقي شواحن 230 واط بس تبقى كوبي، فالكوبي والاصلي ملوش علاقه بكام واط للشاحن. حته انك تفرق بين الكوبي والاصلي دي انا شرحتها في فيديو هسيبه لك تحت في الكومنتات ابقى اتفرج عليه. بس هو عموما الشاحن اللي المفروض يركب على الجهاز ده 230 واط، واجباري يكون شاحن اصلي. المفروض ان الشواحن الاوريجينال ال 230 واط سعرها بيكون متوسط ال 800 ل 850 جنيه. تشتريها منين؟ للاسف مش عارف، لان انا ما بتعاملش مع تجار هنا في مصر، انا بشتري الشواحن دي من بره، ولكن مش مهم هتشتري منين، المهم انك تتفرج على الفيديو اللي هسيبه لك تحت في الكومنتات قبل ما تشتري، عشان ده هيعرفك الشاحن اللي انت بتشتريه ده شاحن اوريجينال ولا كوبي.